في 2026 المبيعات ما بقتش فهلوه ولا كلام معسول. المبيعات بقت سيستم. انا شفت مديرين مبيعات في السعوديه بينهاروا ومناديب محترفين بيسيبوا شغلهم مش عشان هم وحشين، لكن علشان هم شغالين عمياني. السيستم اللي قدامك ده بيفصل بين الهدر وبين الارباح الصافيه. ده رادار القناص، السيستم اللي بيعمل اسكان للسوق، بيفلتر العملاء وبيقول لك بلغه الارقام تروح فين وتبذل مجهودك فين. النهارده هكشف لك ازاي السيستم ده بيقدر يتنبأ بالمشاكل قبل ما تحصل، وازاي تقدر تسيطر على منطقتك بالكامل وانت قاعد في مكتبك. لو لسه فاكر ان المبيعات عينات ولف، فالفيديو ده هيصدمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قناصين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وقبل اي كلام خلينا نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده يا شباب الحلقة دي هي الماستر كلاس لكل واحد قرر انه ما يفضلش ترس صغير في مكنة المبيعات، وقرر انه يكون هو المهندس اللي بيحرك المكنة دي. هنتكلم النهارده عن العلم اللي ورا رادار القناص، وازاي بتحول البيانات الجامده لفلوس والارباح حقيقيه في جيبك وفي خزنه شركتك. وعشان وقتكم غالي ومحدش يتوه مني، قسمت لكم حلقه النهارده لاربع محاور اساسيه. المحور الاول: ليه اغلب المناديب بيفشلوا في تحقيق التارجت رغم المجهود الجبار؟ فخ المجهود الضايع. المحور الثاني: تشريح سيستم رادار القناص، ازاي الاكسل والبيانات بيتحولوا لبوصله في الميدان. المحور الثالث: قصه حقيقيه من قلب السوق، ازاي سيستم واحد انقذ منطقه بيعيه كامله من الانهيار. المحور الرابع: ازاي تستلم السيستم ده النهارده وتبدا تطبقه في منطقتك من بكره الصبح. طيب نبدا بالمحور الاول: فخ المجهود الضايع. ليه التارجت ما بيكملش؟ بصوا يا شباب، في كلمه دايما بقولها: المبيعات مش باللف، المبيعات بالرقم. اغلب المناديب والمديرين بيقعوا في فخ اسمه المجهود العشوائي. ينزل الصبح يلف على 30 محل ويرجع اخر النهار مهدود حيله، وفي الاخر قفل نص التارجت بالعافيه. ليه؟ لانه بيعامل كل المحلات زي بعضها، بيضيع ساعه مع عميل صغير بياخد كرتونه بالعافيه. وفي الوقت ده بيكون العميل الحوت اللي بيسحب بضاعه بالاف الريالات قفل او طلب من المنافس. في سوق السعوديه والخليج في 2026 المنافسه بقت شرسه جدا. العميل اللي بتضيع وقته النهارده بكره هتلاقيه عند غيرك. لو انت شغال بالبركه من غير ما تفرز محفظه عملائك، فانت مش بتشتغل، انت بتنتحر مهنيا وبتحرق بنزين شركتك على الفاضي. وده اللي خلاني اصمم سيستم يخلص لك القصه دي كلها في دقيقتين. نيجي بقى للوحش: سيستم رادار القناص. في ناس فاكره ان الاكسل مجرد جداول وارقام ممله، بس في رادار القناص الموضوع مختلف تماما. السيستم ده متصمم بذكاء قاعده ال20/80. احنا بندخل بيانات منطقتك والسيستم فورا بيعمل لها فرز قناص، بيطلع لك من ال20% من العملاء اللي شايلين 80% من تارجتك. دول اللي بنسميهم المنطقه الخضراء، دول اللي لازم تروح لهم وانت فايق في اول اليوم ومعاك احلى عروضك. والسيستم كمان بيكشف لك المنطقه الحمراء، العملاء اللي بيستهلكوا وقتك ومجهودك وعائد مبيعاتهم ما بيغطيش حتى ثمن البنزين. الجمال في السيستم ده انه مش بيقول لك تروح لمين، ده بيحدد لك قيمه الزياره. يعني وانت نازل الميدان انت عارف مشوارك ده ثمنه كام بالريال، مش مجرد جدول. ده عقل الكتروني بيخليك تدير منطقتك وانت شايفها من فوق، كانك شغال بGPS للارباح. عشان ما صدقتش في الكلام النظري، خلينا احكي لكم ايه اللي حصل معايا شخصيا في المنطقه الشرقيه. كنا ماسكين منطقه بيعيه والتارجت كان ضخم جدا والمناديب مهدود حيلهم والارقام ثابته مش عايزه تتحرك. بدات اطبق سيستم رادار القناص على المنطقه دي واكتشفنا الكارثه. اكتشفنا ان 60% من وقت الفريق بيضيع في محلات فرعيه في قرى بعيده، في حين ان الهوامير والحيتان في وسط الدمام والخبر مش واخدين نصيبهم من الزيارات. بمجرد ما السيستم اعاد توزيع المجهود ومن غير ما نزود مندوب ولا سياره واحده، المبيعات قفزت اول شهر 25%. ليه؟ لاننا بطلنا نضرب رصاص عشوائي وبدانا نقنص الاهداف اللي بتوزن في الميزان.
لما المدير شاف التقرير اللي طالع من السيستم ما كانش مصدق ان الحل كان قدامنا طول الوقت، بس احنا اللي كنا ماشيين من غير رادار. ودي قوة السيستم اللي بيتحكم في الميدان. دلوقتي السؤال اللي بيدور في بالك يا محمد، ازاي انا كمان اقدر استخدم السيستم ده واطبق رادار القناص في منطقتي؟ بص يا سيدي، السيستم ده انا قعدت شهور اطوره عشان يكون سهل جدا لاي حد. مش محتاج تكون خبير اكسل، انت بس بتدخل بياناتك والسيستم بيقوم بالباقي. وعشان انا عارف ان كل واحد فيكم طموح وعايز يبدأ الاسبوع الجديد وهو قناص بجد، انا عملت لك حاجة مش هتتكرر كتير. رادار القناص متاح دلوقتي بخصم 50% بمناسبة الاطلاق، يعني بتمن طلعة عشاء او كوباية قهوة انت بتمتلك اداة هتوفر عليك آلاف الريالات من مجهودك وبنزينك، وهتخليك النجم في شركتك لانك الوحيد اللي شغال بسيستم وارقام حقيقية. الخصم ده متاح لفترة محدودة جدا باستخدام كود خصم قناص 50. بصوا يا شباب، عشان نلخص كل اللي قلناه في قعدة الجمعة دي، المجهود مش هو النجاح. النجاح هو انك تحط مجهودك في المكان الصح، قاعدة 20/80. والبيانات هي القوة. اللي ما بيستخدمش سيستم في 2026 كأنه بيحارب بسيف خشب في عصر الصواريخ. وللعلم رادار القناص مش رفاهية، ده ضرورة لكل مدير أو مندوب عايز يحافظ على مكانه ويكبر في السوق. وأخيرا، الوقت هو أغلى عملة. ما تضيعش أسبوع جديد في اللف العشوائي. ابدأ من بكرة بسيستم يحميك ويقفل لك تارجتك وانت مرتاح. السيستم موجود والخصم متاح، والقرار دلوقتي في ايدك انت. وبشكر كل واحد كمل الفيديو ده للاخر. ده دليل على انك فعلا عايز تتغير وتكون محترف في مجالك. رابط تحميل دليل القناص موجود في اول تعليق وفي وصف الفيديو، واستخدم كود قناص 50 عشان تلحق خصم الاطلاق قبل ما ينتهي. لو عندك اي سؤال عن السيستم او عن تحديات المبيعات في منطقتك اكتبه لي في الكومنتات وهرد عليك بنفسي. وشارك الفيديو ده مع غيرك عشان يستفيد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. وفي النهاية ما تنساش تابعني وخليك قناص.